السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. هعمل معاكم بقى كبدة كده بطريقة المطاعم، حاجة كده لذيذة في البيت. يلا تابعوني. معايا بقى كده حتة دهنة صغيرة قطعتها بالشكل ده، وانا بشتري الكبدة بقوله اديني 5 جنيه دهن، فهو الدهن اصلا اللي بيدي الكبدة الطعم اللي هو بتاع المطاعم ده. وفي طاسة على النار بقى احط كده فيها شوية زيت علشان الدهن ما يتحرقش، وبعدين هنزل فيها الدهن اللي انا قطعته، وهستنى لغاية ما يسيح خالص كده. هقلب فيه وكده. خلاص الدهن ساح معايا بقى. نص كيلو كبدة مقطعاها كده بالشكل ده، اللي هي عصافير او مربعات صغيرة، وهنزل بقى على الدهن بالكبدة. انا بقى عايزة الكبدة تاخد الصدمة دي اللي هي بتاعت الطاسة. هقلب بقى. وكده بقى الكبدة بدأت تنزل اي مية فيها. طبعا غسلها كويس قبل ما اقطعها بمية وخل وملح وليمون، بس شطفة سريعة كده. ودلوقتي بقى هرجع احط عليها خل تاني. طبعا الخل ده من الاسرار بتاعه الكبده اصلا، خلي طعمها روعه. وبعد الكبده كده ما اخدت لون احط عليها فلفل اسود وهقلب بقى. وبعد ما الكبده نزلت كل الميه او كل السوائل اللي فيها، هبدا بقى اعصر عليها نص ليمونه، وهسيب الكبده على نار عاليه لغايه ما الميه دي كلها تتبخر. ومعايا بقى كده 5 حبات فلفل رومي متقطعين بالشكل ده، ونص قرن فلفل شطه. وبعدين بعد الكبده ما خلصت كل السوائل اللي فيها اتبخرت، هنزل عليها بقى بالفلفل الرومي. خلاص كده بعد الكبده بتاعتي ما خلاص دخلت على سوا، هحط بقى الملح والكمون، الكزبره الناشفه، وهقلب بقى كل ده مع بعض. طبعا انتوا بتحطوا التوابل او البهارات على حسب الرغبه يعني. بعد ما حطيت عليها بقى البهارات بتاعتها، هسيبها بقى كده 5 دقايق بس على نار متوسطه. وبكده تكون الكبده بتاعتي بقى خلاص جاهزه للتقديم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا الفيديوهات الجايه. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. وبس. باي.